مشكلتك ايه يا مستر مرعي؟ بقول لك مشكلتك ايه يا مستر مرعي؟ ما ينفع استاذ عبد الرحيم ادخل على المس وعبد المحسن الاقيه بياكل سندوتشات ابن بودي؟ ابنك مين؟ بودي؟ صحيح الكلام ده يا عم محسن؟ عبد المحسن ما تعصبنيش. اهدى بس يا مرعي، يا مرعي اهدى، اهدى بس. ما ينفعش كده يا استاذ عبد الرحيم. انت قلت لي ابنك اسمه ايه؟ بودي؟ ايه؟ بودي. فين السندوتشات اللي بقيت منه؟ السندوتشات يا استاذ عبد الرحيم اهي. ايوه كده، ايوه كده يا مرعي. اوه امسك كده يا مرعي، روق محدش ياخد منها حاجه يا اخويا. مرعي اتشال يا مرعي. عبد المحسن يا مرعي. عبد المحسن يا جدعان دم استاذ عبد الرحيم. دم عبد الرحيم منك لله. التربيه والتعليم بتضيع مننا. شويه ميه عبد المحسن بسرعه. علاقة صح؟ علاقة والله منورين الدنيا، والله منور يا حاج عبد المحسن، والله منور يا حاج مرعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ان شاء الله تبقوا بخير. في البداية كده نصلي على النبي، ايوه كده يا اخواتي نصلي على النبي. الله عليكم السلام. صلى على النبي يا عبد المحسن 100 مرة. والله يا عبد المحسن تسمع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة في اليوم، تصلي على النبي عادي يعني. حاضر يا استاذ عبد الرحيم. تسلم وسلم. سلم بقى على صاحبي. ان شاء الله النهارده يا جدعان جايبين مجموعه من الجبن النستون او الجبن المثلثات، هندوق وهنقول راينا. شعرنا يا مستر مرعي. نشوف ندوق ناخد. الله عليك، سلام على بعض. ان شاء الله النهارده يا جدعان هنجرب مجموعه من الجبن، جايبين شويه جبن كده مش عارفين اسمائهم، جبنه مثلثات هندوقهم وهنقول راينا. وزي ما انتم شايفين كده يا اخواتي دي مجموعه الجبن اللي جبناها كده على قد فلوسنا واللي موجوده في السوبر ماركت، هندوق وهنقول راينا. اول واحده معانا وهي بريزون وابو الولد وطعمه واللبش كريم ولا اسمها ايه دي؟ البقره الضاحكه وباندا وكريمي. هندوق وهنقول راينا. شعارنا هو ايه؟ وشعارنا هو ايه؟ نشوف ندوق نحكم. الله عليك يا مستر محسن. خلصان. هناخد نوع معانا كده وهنقول راينا. اول نوع معانا هو، بس قبل اي حاجه يا اخويا تعمل لايك كده عشان ربنا يكرمنا كده، اعمل لايك يا اخويا، ده كله ما عملش لايك. الله عليك يا مستر محسن. سلموا على بعض بقى يا جدعان. سلام عليكم. اول نوع معانا هو جبنه كيري، هندوق وهنقول راينا. هنفتحها كده، طبعا الفتيله دي جميله بتسهل معاك الفتح. نشد الحبل كده، سحر يا مستر مرعي، سحر. ركز معايا، بص سحر، بص على طول تفتح وتدوق. هي فيها كام يا مستر مرعي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، فيها 8 زي ما انتم شايفين كده. هندوق وهنقول راينا. هي مش راضيه تتفتح كده. انا مش عايز اخشن عليها يا اخويا مرعي، لا تتبلوظ مني. خد راحتك يا حبيبي. ايه اللي طلعت مني زي ما انتم شايفين يا جدعان؟ مش عارف ايه طلع. هندوق وهنقول راينا. لذيذه والله، كيري كريم لدرجه ان انا خلصتها. ما تجيب حته يا اخويا عبد الرحيم. خلصت بقى، فخليك في النوع التاني بقى يا حبيبي. ماشي. كيري كريمي طعمها لذيذ ومزبده كده وطعمها جميل، مش الدلع جامد، لا هي كويس، طعمها لذيذ ورايق. مش هقيمها، لا هي رايقه، هقول عليها رايقه تمام. مش هدي كام من 10 والكلام ده في الفيديو ده. هنخش على النوع التاني وهنقول ايه؟ راينا تمام. بس قبل يا اخواتي ما نخش على النوع التاني، كيري كريمي ده سعرها عامل 18 جنيه بالظبط كده. هنخش على النوع التاني وهنقول راينا. والنوع التاني معايا يا اخواتي وهو ابو الولد. ابو الولد هنفتحها كده وهنقول راينا. بص هي ايه برضو احلى حاجه الفتيله دي، كان زمان مفيش الكلام ده، بس التطور والعلم الحديث زي ما انتم عارفين. هنفتح، العلم اتطور يا مرعي، علم اتطور يا مرعي. هنفتح وهنقول راينا زي ما انتم شايفين كده. 1 2، انتوا مش شايفين حاجه هوريكم دلوقتي. 1 2 3 4 5 6 7 8 صح؟ 8 زي ما انت شايف كده، دول 8. هي يعتبر الجبنه المثلثات باين عليها مرعي كلها 8، يعني انت تحس ان هي كلها 8. ابو الولد دي سعرها عامل 8 جنيه ونص. هيجيب معاك يا مرعي ولا ايه؟ ماشي. انت مش معانا خالص يا عم محسن. هنفتح الجبنه النستون ابو الولد وهنقول راينا. زي ما انتم شايفين كده يا اخواتي جبنه ابو الولد طالعه كده يعتبر سليمه، غير كيري كريمي. ايه رايك فيها كده يا مرعي؟ جميل. ايه رايك فيها كده يا ابو محسن؟ لا انت خسران فيك عشان ما بتصليش على النبي. خد انت عمال. ابو الولد بالنسبه للكيري كريمي مش ظابطه خالص، كيري كريمي افضل بكتير، بس الكيري كريمي كان سعرها 18 جنيه ودي 8 ونص كده. ابو الولد يعتبر يعني اسمها جبنه نستون، انما الطعم الجامد لا عاديه خالص. بكده خلصنا من النوع التاني، نخش على النوع اللي بعده.
والنوع اللي بعده معانا هو جبنه باندا. جبنه باندا زي ما انتم شايفين كده رايقه ولذيذه. دي دبل يعني مش واحده اتنين. جيت اشتري واحده مفيش عشان اوفر مفيش. يعني دي سعرها 19 جنيه يعني الواحده واقفه ب 9 جنيه. انت ممكن تصور جنبها يا اخويا مرقه. بص رايقه ولذيذه. بص هندوق وهنقول راينا. ده مفيش فتيله يا اخويا. لا في فتيله بس الفتيله دي هتفتح الاثنين مش هتفتح واحده. مركز. بص دي انا قلت عبوه باندا دي دبل لان فيها ايه 16 قطعه. هم دول ال 16 في منهم كده ايه حاجه زي حاجه عازل. تمام هندوق وهنقول راينا. والله انا راح شايفه اسمع اصبحت وحيدا بسبب كره القدم وهذا لا يعني اني ساستسلم. سافضل وراء حلمي حتى احققه. في لعب كوره بره ساستمر لكي احقق حلمي. مرعي وعم محسن زي ما انتم شايفين كده سابونهم مشوا بسبب ماتش مصر والجزائر. بس انا عادي مش فارق معايا. هكمل لحد لما ربنا يكرمني. كره القدم لا تعني بالنسبه لي اي شيء وهكمل الفيديو لوحدي زي ما انتم شايفين كده. ماتش اظن كده عم محسن احنا بقينا اول مجموعه. المغرب راحت فين؟ احنا مش كسبنا الجزائر يا ابني. طب واسبانيا؟ يا ابني اسبانيا في مجموعه ثانيه. يعني انت بتلعب مجموعات. البطوله العربيه دي مجموعات فاهمني؟ تمام. احنا خلينا في الموضوع عشان نخلص. هندوق وهنقول راينا. نفتح كده جبنه باندا وزي ما انتم شايفين كده يا اخواتي بعد ما فتحنا جبنه باندا شكلها حلو ولذيذ كده. طلع كام؟ شوف عم محسن بيعمل ايه يا عبد الرحيم؟ بيعمل ايه؟ يا عم محسن غلط. يعني انت يا عم محسن مالكش لازمه. يعني انا قلت لك امسك الباندا عشان ربنا يكرمنا كده بسبونسر والدنيا تبقى لذيذه. انت ولا ليك لازمه يا عم محسن. هندوق وهنقول راينا. جبنه باندا عاديه يعني هي يعتبر متقاربه مع ابو الولد. طعمها نفس الطعم عاديه يعني مش الجامده مش الواو مش الرايقه. النوع هنخش على النوع اللي بعده وهنقول راينا فيه. والنوع اللي بعده معانا وهو لاباشكري البقره الضاحك. هندوق وهنقول راينا. في حبل كده نسلت الحبل يا معلم مرعي. الله ينور شغل. بص ما انا بقول لك التعليم حلو. علم ولادك. هنفتح وهنقول راينا. 4 6 8 فيها 8 برضو. يبقى احنا كده كل جبن المثلثات فيها ايه؟ 8. رايق مرعي دي اقسم بالله انت رايق حبيبي اخويا والله. برضو يا ابني انت ما بتتعلمش ايه. البقره الضاحكه يا اخواتي زي ما انتم شايفين كده شكلها لذيذ ورايق. يعني بص بتلعب كده بتلعب. هندوق وهنقول راينا. رايقه يا اخي الحاجه الغاليه حلوه جميل. يعني طب تدينا دوق كده. هات دوق. والله يا اخويا مرعي مخسره فيك. انت تصدق بالله مخسره فيك كرتون. افتح السياله بتاعتك. والله مخسره فيك كرتون. حط عم الرحيم. باشكري يا اخواتي او البقره الضاحكه سعرها عامل 15 جنيه ونص. يعتبر سعرها غالي شويه بس طعمها جميل مش وحش. هنخش على النوع الثاني وهنقول راينا فيه. والنوع اللي بعده معانا وهو جبنه طعمه. هنفتحها وهنقول راينا فيها. جبنه طعمه دي سعرها 9 جنيه وربع. الفتيله هنشد الفتيله افتحها كده يعني بص تحسها علبه جاتوه. بص طعمه رايقه ولذيذه كده والشكل حلو. 9 جنيه وربع يعتبر في المعقول بالنسبه للاسعار الثانيه. بص يا اخواتي في انواع جبنه بتبقى سهله في الفتح وفي انواع صعبه. يعني بص طبعا يا مرعي الموضوع مش بيفرق معايا. انت ممكن تاكلها بالورقه بتاعتها بالكيس اهو. هندوق وهنقول راينا. انتوا شايفين كده الجبنه شكلها لذيذه ورايقه وطالعه كده سليمه. بص يا ابو محسن رايق. لا تعليق والله يا عبد محسن. والله لا تعليق يا عبد محسن. اخر حته هندوقها اخر حته هندوقها هندوق اخر حته هندوقها ونور راينا. ايه رايك فيها يا عبد محسن؟ يعني سلك طعمه بتملى البق كده اللي هي حنطه. عارف يعني ايه يا عبد محسن حنطه؟ رايقه كده. عارف انت الحناطه مرعي. عارف يعني ايه حلاطه؟ لا مش وانا بقول لك انت ممكن تاكل الجبنه بالورقه بتاعتها. وكده خلصنا من النوع ده. نخش على النوع اللي بعده. نخش في الموضوع. عارف انت ده عبق ولا مرعي؟ نخش في الموضوع. يلا. والنوع الاخير معانا وهو اخويا اللي فاهمني احلى مرعي في الدنيا. حبيبي ده مرعي والله.
هندوق وهنقول رينا، بس قبل اي حاجه سعرها عامل 17 ونص. تصدق بالله يا ابو محسن انا من غيرك ما اعرف السعر، سلمنا على نفسك. هندوق وهنقول رينا دي برضو فيها 8 مثلثات كده. بريزيدان جبنه مثلثات، ريحتها حلوه، ريحتها حلوه وجميله. بريزيدان او بريزيدون انا مش ظابط معايا الاسم بصراحه، طعمها كويس مش وحش ولذيذه ورايقه كده وبيدوب في البق. يعني ايه جوسي، طعمها جوسي، فاهم؟ عارف انت طعم الجوسي يا مرعي؟ عارف طعم الجوسي يا مرعي؟ بكده يا اخواتي يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما تنساش تعمل لي لايك عشان ربنا يكرمنا كده. ايوه يا اخويا اعمل لي لايك، يا ريت تقدر المجهود ده وتعمل لي لايك. اهم حاجه اللايك بيفرق معايا جدا. وعندك الاشتراك لو اول مره تتفرج على اخوك ابراهيم علام اعمل له اشتراك. وعندك لينك للانستجرام والفيسبوك عندك تحت في الديسكربشن هتلاقيني ابراهيم علام كده. حاجات حلوه هناك كتير ورايقه ولذيذه كده وجميله. تابعني هناك وان شاء الله اللي جاي خير واللي جاي حلو. يا اخويا مرعي في نهايه حلقتنا واللي اقدر اقوله لك تحب اخوك، مش اقصد اخوك طبعا، انت اخوك لازم تحبه. صديقك ميسيو عبد المحسن يعني بص هو لذيذ ورايق، بص عسول واد كيوت في نفسه، حبه. يخلي بينكم كده في تكاتف في حب. انت هي مش شطاره منك، انت هيبقى نفسك تقبل اخوك وبتحبه وبتتمنى له الخير، ربنا هيديك الخير ده. انت فاهمني؟ مش انت فاهمني؟ اوعى تكون مش فاهمني يا مرعي طول الحلقه دي كلها، مش فاهمني يا مرعي. خد مني خبره وموعظه يا مرعي. يكون عندك كده ايه اكتفاء ذاتي ان انت هو انا بقول انا مزودتها. خلينا في موضوع حب اخوك واحتويه. انت محدش عالم يعني راجل يصعب عليك تاخده كده في حضنك تضمه اليك وتحسسه بالدفء والحنان. والصديق ليه عند اخوه غير انه يعني تخيلني كده يا اخويا يا مرعي خدتك في حضني انت هتحس بالدفء والود. شفت مرعي يا اخي حبوا بعض. الحياه انت بصي انت في لحظه كده ممكن تروح للمولى الكريم، في لحظه ممكن مش لاقي وجود ولا هيبقى فيه نشوف نضوء نحكم ولا هيبقى نشوف اي حاجه. حافظ على الحاجه اللي موجوده في قلبك اللي هي لقلبك. وانا بقول ايه يا عم محسن تصدق اعيط؟ انزل لي موسيقى حزينه يا ابني يا عم محسن وخد بالك من اخوك. عم محسن انت تعالى يا محسن تعالى يا محسن. طب انا يا جدعان هموت يا لهوي. والله يا اخواتي كل اللي جاي يكون خير علينا وعليكم. سلام. لا استاذ عبد الرحيم ايه ده بس كده بس مرعي شل يا مرعي شل يا مرعي. عبد المحسن يا جدعان